رقم 3 ان انت تختار منتور ليك. هتقول لي منتور الكوتش بتاعي يعني. ايوه، لا، هو مش المنتور، مش هو الكوتش، عشان بس نكون متفقين. المنتور غير الكوتش. من غير ما نقعد نتخانق انا وانتوا ايه التعريفات، ده مش المهم النهارده. المهم ان انت ازاي تاخد الخطوات الايجابيه عشان تعرف الشغف بتاعك شكله ازاي. طب تقول لي انا اختار منتور ايه؟ يعني اختار اي حد في الشركه بتاعتك او بره الشركه بتاعتك من الاندستري، يكون سينيور، يكون عنده اكسبيرينس اكبر منك شويه، شاف الديبارتمنتس اللي موجوده دي، فيقدر يقول لك لو انت عايز تسويق انت محتاج الشغلانه دي شكلها ازاي، هتعمل فيها ايه، شغلانه التسويق شكلها ازاي، فتقعد انت ترفلكت هو ده اللي انا نفسي فيه ولا لا. نفس الكلام بسيلز مانجر، ايه الريسبونسبيلتي المطلوبه منه، الفوركاست والشيتس اللي بيعملها شكلها ازاي، الريليشن شيب في الفيلد شكله ازاي، نزوله في الفيلد البرسنتج شكلها ازاي، والكوتشنج والشغلانه بتاعته بتبقى طبيعتها ايه، وايه المسؤوليات بتاعتها. نفس الكلام لو انت نفسك تروح لاتش ار، لو عايز تروح لسبلاي تشين، فالمنتور هيقدر يساعدك بحاجه زي كده. طيب الكوتش ايه؟ الكوتش دوت ان هو المنتور غير الكوتش. المنتور بيدي لك نصايح، يقول لك والله بص، عاده ما يبقاش مديرك، لازم يبقى حد تاني غير مديرك المنتور، يقول لك والله المفروض تعمل 1 2 3 4 عشان تاخد خطوات ايجابيه في الكارير بتاعك، وبيدي لك نصايح. الكوتش مش بيقول لك تعمل ايه، بس بيعلمك تعملها انت بنفسك ازاي. وممكن مديرك يبقى كوتش، ممكن اي حد في الشركه اللي انت فيها كوتش، وممكن تختار لك اونلاين كوتش. بس نصيحه، لو بتختار كوتش ما تختارش كوتش والسلام، في لايف كوتش وفي بزنس كوتش. فلما تيجي اختار الحاجه اللي تناسب اللي انت نفسك فيها. لو انت لايف كوتش يبقى انت عايز تعرف هدفك في الحياه، توازن حاجات تانية في حياتك، ازاي انت تبقى شخص فعال عموما في المجتمع، تبقى انت عندك هدف معين بتعمله. وانا مش احسن واحد في حاجه زي كده كلايف كوتش، لان انا مش سيرتيفايد كوتش، بس بساعدك في ده. وفي ماركتنج كوتش، يعني انا كنت واخد سيرتيفيكيشن في الكوتشنج قبل كده كماركتير، ازاي انا اعمل ماركتنج كوتشنج. في ناس تانية برضو تقدر تساعدك كبزنس كوتشنج، في ممكن واحد مانجمنت كوتشنج. كل حاجه ليها سبيشالتي. اونلاين خش هتلاقي مليونز من الناس دي، واختار الاندستري واختار الكوتش وشوف اللي ممكن يناسبك ايه. والاحسن لو حد من الشركه بتاعتك، عشان يشوف انت التطور بتاعك شكله ازاي، ويقدر يساعدك انك تمبروف نفسك. هتقول لي طب المنتور، يعني هل المنتور ممكن يعمل معايا الكلام ده؟ المنتور بيخليك تعمل الحاجات دي، بس بيدي لك نصايح اكتر. والمنتور بتاعك ده زي ما قلت لك بيبقى حد اكسبرت في الاندستري لما تيجي تختاره، حد عنده اكسبيرينس حلوه جدا، وحد يكون عنده النولج والاكسبيرينس ان هو يقدر يساعدك ان هو تاخد الخطوات الايجابيه في الكارير وينصحك بيها. انا كان ليا منتورز كتير قوي، الحمد لله ربنا كان مكرمني ان حط لي منتورز كتير في حياتي، ساعدوني ازاي اقدر اطور من شخصيتي واطور من الشغل بتاعي، وكانوا بيساعدوني في الفرستريشن بتاعي. يعني كان مثلا من الحاجات اللي كنت بلاقيها عن نفسي، انا عارف ده بره الفيديو، انا كنت دايما بقسى على نفسي قوي. لما اجي اسلم مثلا ريزلتس او اتشيفمنتس، بكون ايه عايز، لا عايز اللي بعده، لا عايز الاكتر، عايز كل حاجه تبقى حلوه. مش عندي ما عنديش مشكله البرفكشن، بس ايه، عملت نجاح حلو قوي بموف على طول اللي بعده. مش مثلا بقول ويل دان يلا تمام احتفل بيها لمده 5 دقائق واتحرك. انا ما بقولش ساعتين 3 ولا بقول ايام، انا بقول احتفل بس حتى 5 دقائق، نص ساعه، احتفل بالنجاح اللي انت عملته. دي من الحاجات اللي لقيتها عندي. مثلا كان مشكله كبيره ان انا بتحرك على طول من حاجه لحاجه، ما بلحقش ان اخد نفسي واحتفل بالحاجه الكويسه، وارفلكت على الحاجات الوحشه، واقدر اشوف ايه الحاجات اللي اقدر اخدها عشان اطور فيها انا شخصيتي للامام. طيب نرجع تاني، يبقى احنا قلنا المنتور بتاعك. المنتور ده زي ما قلت لك هو مش مديرك، هو حد تاني من قسم تاني، من ديبارتمنت تاني، او من الاندستري، او من شركه من نفس الاندستري، المجال العمل اللي انت بتشتغل فيه، عشان يقدر يساعدك انك ايه الخطوات اللي تاخدها عشان تعرف الشغف بتاعك، او كل شغلانه انت نفسك تشتغل فيها يقول لك معلومات عنها، ويقدر يشوف تطور شخصيتك شكله ازاي ويساعدك بيها. الكوتش بيقول لك بيحطك في بروسيس كده عشان يطلع اللي جواك، وانت اللي بتقدر تاخد نفسك خطوه بخطوه في الكوتشنج بروسيس. ده حاجه وده حاجه. المنتور لازم يكون اكسبيرينس وعنده اندستري اكسبيرينس عشان يقدر يساعدك.